لو حصل حرب ما بين مصر وايطاليا هتدخل مع مين في الحرب؟ مصر طبعا، مولود فيها. مصر. طب ليه بقى مصر؟ عشان بلدي. اديتك ايه مصر؟ انا متربي فيها وكل حاجه. ايطاليا هنا هي اللي بتعلمك وبتصرف عليك. ماشي بس ايطاليا مش بلدي. ايطاليا بقى عملت لك ايه؟ ايطاليا عملت لي كل حاجه. ايطاليا هي اللي اديتك فلوس، خلتك تعرف تكون مستقبلك، ادتك عيشه، وانت في الاخر لما يحصل حرب هتختار مصر. ايوه مصر، ما هي كده كده طبعا بلد. ماشي، ما اقول لي برضو مصر ادتك ايه؟ ما ادتنيش حاجه. ما ادتكش حاجه وهتقف معاها ليه ما بقى؟ كان بلدي. ايطاليا هي اللي بتعلمك الوقت، يعني مش مصر. ماشي بس مصر بلدي، مش معقول هقف مع ايطاليا واسيب مصر. مصر ام الدنيا برضه. مصر انا اللي متربي فيها. ماشي، انت اتولدت في مصر، لكن ايطاليا هي اللي هتعيش فيه. ماشي عايش في ايطاليا بس برضه مصر بلدي مهما كان برضه ان كان ايه. على فكره انت جيت هنا، هي دي اللي هتفتح لك حياتك. ماشي، ما انا عارف تشتغل هنا دلوقتي. ماشي. لو الحكومه الايطاليه شافت الفيديو ده دلوقتي ما ممكن ياخدوك يرحلوك، لانك انت دلوقتي قاعد في ارضهم وهتقف ضدهم. طب هو يعني راح خلاص. يعني عادي يعني. عادي. خلاص يا جماعه، يختار مصر خلاص. اهم حاجه مصر يا صاحبي. ابو فارق قال في الدنيا مفيش بعديه.